سرايا أو قصر عابدين، الموظفين والعاملين في عابدين. الكتيب ده كان بيطبع في فرنسا بكل جزء من الأجزاء الصغيرة جدا في الوطن. يعني آه العاملين في عابدين ليهم كتيب، عابدين الأساس والمباني لها كتيب، كل المستشفيات وكل المدارس وكل المصالح الحكومية وكل الأنشطة وكل الهيئات كان بيصدر لها هذا الكتيب، وكان بيطبع في فرنسا كل عام لتوثيق للتاريخ البلد. آم، احنا حصلنا على الكتيب ده آه، من أحد الأصدقاء، قام بشراءه وسمح لنا إن احنا ننشره. في العاملين في عابدين، آه، السفرجية، الطباخين، السواقين، آه، الأوقاف، هيئة المراسلات، هيئة الحسابات، آه، كل اللي كانوا شغالين في عابدين اتوثق لهم في الكتيب ده. دي مصر اللي ما كانتش بتنسى أي حد.